أنا ابن منطقة بقالها 6 سنين. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ال 200 جنيه دول عاملنا شوف يا فندم كده جيبه. لا والله. ده مناديل ممكن تكون بعت بيهم ونسيت، يعني مش بتاعتك. لا والله. لا. حلال عليا بقى. شكرا يا حاج. هاخدها وامشي. حاجه مش بتاعتك دول بس فلوسك. أنا مش عارف صراحه يا عم، فكر يمكن اوعى وراك. طيب اللي كان وانت طيب. انا الحقيقه كنت بختبر حضرتك، والحقيقه انت كنت يعني راجل امين ومحترم، ورغم الظروف اللي هو اسم برنامجنا ما قبلتش انك انت تاخد حاجه مش بتاعتك. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. قول لي بقى، واقف بتعمل ايه هنا؟ واقف مستني. بتسترزق. يعني انت شغال، انا شايف حضرتك معاك بضاعه مناديل كده وبتبيعها صح كده؟ بتقف قد ايه بقى وقت؟ أنا بقدر أتحمل يعني آخر ما بتعب بروح. على قد ما بتقدر. ممكن اسال حضرتك بالك قد ايه كده في الحاله دي؟ أنا ابن منطقة بقالها 6 سنين. بالك 6 سنين وبتشتغل. الحمد لله. أنا أساسا هي العملية تعبان لأن معمولة غلط. زمتني العصب اللي ورا تنقل لقدام، فعندي العصب حية. يعني ده السبب في بات الرجل حضرتك. الحمد لله. عند حضرتك ايه يا اولاد؟ عندي مالك وملك وفرح ومالك. ما شاء الله. وانت بتساعدهم، مفيش حد تاني بيساعدك. ربنا. ونعم بالله سبحانه وتعالى هو اللي بيساعدنا كلنا. هل عندك شغلانه تاني غير كده يا حاج؟ عايز اقول لحضرتك برنامجنا اسمه رغم الظروف. يعني ايه؟ يعني مهما كانت الظروف بتاعتنا لازم نكون أمنا، لازم نكون عندنا مصداقية وعندنا خير وما نقبلش الحاجة الحرام. ومشكلتنا في الحالة كل واحد فينا بريء ومحدش يعمل حاجة وحشة، ولا اللي بيسرق يسرق ولا اللي بيعمل حاجة ترضي ربنا يعملها، بس هو قلة إيمان شوية وقلة دين. طيب الأمانة المفروض يبقى ليها مكافأة صح كده؟ وأنت كسبت معانا النهاردة. كل سنة وأنت طيب. ألف ألف مبروك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يديك الصحة. ابتكار ورحمة يعني الحمد لله. حاجة كويسة مش وحشة يعني. أنا عايز أقول لك، أنا مهما قلت مش هوفيك حقك. تم أمانتك وأنت بقول لك 200 جنيه وقع منك وتقول لا مش بتاعتي، ورغم الظروف اللي حضرتك فيها انك انت رفضت انك انت تاخد حاجه مش بتاعتك، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. تسلم بجد. ودي برضه بتاعتك. والله دي بتاعتك. لا والله بتاعتك، خلاص بقت بتاعتك. ماشي. كل سنه وانت طيب. ما تأمرنيش بأي حاجه. الله يستر معاك. الله يستر معاك. بص يا والدي، في ناس محترمه كده من متابعي البرنامج بيحبوا يساعدوا الناس الجميله اللي زي حضرتك. تحب تسيب رقم تليفونك والناس اللي عايزه تتواصل معاك مباشره منهم لحضرتك على طول يتواصلوا معاك؟ حافظ رقم تليفونك، حابب تقوله؟ اتفضل قول رقم. 011 26 29 81 40. محمد طه علي. بشكرك جدا يا عم محمد، وكل سنه وحضرتك طيب. وده رقم تليفون عم محمد يا جماعه، اللي حابب يتواصل معاه. احنا جالنا الحلقات اللي فاتت ناس كتير جدا حابه تتواصل مع الناس الجمال اللي شرفونا وسجلنا معاهم قبل كده. ده رقم تليفون عم محمد، اللي حابب يتواصل معاه مباشره يقدم له اي دعم اي مساعده. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. راجل جميل انا فخور بيه رغم الظروف، وده اسم برنامجنا اللي كان عند حسن الظن وكان امين جدا جدا جدا. بشكرك جدا يا عم محمد. الله يستر معاك. الله يخليك يا حبيبي. السلام عليكم.